قافلة طبية تنطلق من مدنين أيام 4 و5 و6 جان في 2013 بالتعاون بين مدنين وزليتن من ليبيا، بشراكة بين مكونات المجتمع المدني بولاية مدنين وتحت إشراف المجلس المحلي لمجلس زليتن. معنا السيد عماد الدين التايب الناطق باسم المجلس المحلي بزليتن وأكثر تفاصيل. اولا نوجه لكم التحيه وبارك الله فيكم على هذه الاستضافه. اكيد القافله الطبيه ستنطلق بعون الله تعالى يوم الجمعه والسبت والاحد، اي تحديدا يوم 4 و5 و6 من شهر جان في 2013. القافله الطبيه فيها عدد اكثر من 20 طبيب على مستوى ولايه مدنين، وكذلك ايضا في اطباء من العاصمه التونسيه سيكونوا مشاركين في هذه القافله. سيكون هناك استقبال لهذا الوفد بمدينه زليطن من قبل شخصيات المجلس المحلي بالمدينة وكذلك مكونات المجتمع المدني بزليطن. إن شاء الله كان هناك تنسيق مع الأخوة بالمجلس المحلي، سيتم فيه توزيع الأطباء على أكثر من مركز طبي أو مراكز طبية أو صحية داخل المدينة، وسيكون مباشرة في العمل ابتداء من يوم السبت والأحد. حوالي أكثر من 7 مراكز تم اختيارهم لاستقبال الأطباء بولاية مدنين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى كذلك اليوم الأحد سيكون هناك محاضرة تتحدث عن الأمراض المعدية. يلقي هذه المحاضرة الدكتور طيب شلوف. عماد، الأطباء هذوم بيعملوش زيارات ميدانية لجرحى ثورة 17 فبراير؟ أكيد بإذن الله تعالى في تنسيق مباشرة مع الأطباء، سيكون لهم زيارة لبعض الجرحى من ثورة 17 فبراير وتحديدا في العاصمة الليبية طرابلس، وتم التنسيق مباشرة مع الأخوة بمستشفيات طرابلس وخاصة مستشفى طرابلس الطبي، وكذلك سيكون هناك أيضا زيارة لبعض المصحات في سواء كانت القطاع الخاص أو القطاع العام للتواصل ولإقامة شراكة بين مستشفيات ومصحات داخل مدينة زليطن وولاية مدنين بإذن الله تعالى. عماد، القافلة الطبية هي مش الأولى اللي خرجت من مدنين، فما قافلة أخرى خرجت حتى لناجوت تابعة لليبيا بالفعل. نحب نعرف فماش تخمام أنكم تطوروا النشاط نتاعكم ويولي يخرج خارج زليطن مع يوصل لبقية الولايات والمحافظات في ليبيا؟ هو بمناسبة نجاح المهرجان الأول للربيع العربي لعام 2012 والذي انطلق يوم السادس من شهر ديسمبر إلى غاية 12 من نفس الشهر، رد جميل لهذه المدينة. القافلة ستنطلق يوم الجمعة، ولكن بإذن الله تعالى بالتنسيق مع الأخوة من مكونات المجتمع المدني سيكون هناك قافلة أخرى تزامنا مع احتفالات الشعب الليبي بثورة 17 فبراير والتي ستنطلق قريبا. ستكون هناك قافلة أخرى ستتوجه مباشرة لبعض المدن الليبية، والتنسيق جاري حاليا لإقامة قافلة أخرى متوجهة إلى مدينة مصرات الليبية وكذلك مدينة سرت الليبية وبعض المدن الأخرى بإذن الله، ويكون في تواصل، ونعتبر هذه ربما تكون هناك توأمة بين ولاية مدنين وبعض المدن الليبية، ويكون في شراكة خاصة في المجال الصحي والمجالات الأخرى بإذن الله. على ذكر مهرجان الربيع العربي الأول اللي صار في زليطن بالتشارك بالطبيعة والتعاون مع مكونات المجتمع المدني بمدنين من تونس، ثم برنامج آخر إن شاء الله باش يصير في مارس. كان تعطينا باختصار الدورة الثانية للمهرجان، ولا نجم نقولوا دورة استثنائية؟ نعتبرها دورة استثنائية إن شاء الله تلبية للأخوة بولاية المدنين وخاصة المركب الثقافي. اليوم أنا عندي اجتماع خاص مع السيد رئيس المركب الثقافي الأستاذ فوزي للترتيبات والاستعدادات لانطلاق الدورة الثانية إن شاء الله في ولاية مدنين. ستكون هناك مشاركة كبيرة جدا من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة زليطن وكذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني في بعض المدن الأخرى. كذلك سيكون هناك فقرات ممتعة جدا، وسيكون هناك حضور غير عادي من مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وكذلك من فنانين وأدباء وكتاب وصحفيين وإعلاميين وشخصيات مهمة في الدولة الليبية. ونتوقع بإذن الله تعالى أن هناك في جدية في العمل من الأخوة في ولاية مدينة، ونتوقع أن الحدث هذا إن شاء الله سيكون ناجح بكل المقاييس ما دام هناك جدية في العمل وما دام هناك أيضا رغبة لإقامة هذا المهرجان الكبير الذي سينطلق بإذن الله تعالى بالتنسيق مع الأخوة في المركب الثقافي. المركب الثقافي سينطلق بإذن الله تعالى في شهر مارس، وباعتباري أنا منسق عام المهرجان وصاحب هذه الفكرة سيتم تطويرها إن شاء الله بعد قليل مع الأخوة في المركب الثقافي. للتذكير ان المكونات من الجمعيات المشاركه في القافله الطبيه هذه جمعيه المركز الاستراتيجي للتنميه بمدنين، جمعيه روافد للتربيه بمدنين ايضا، مع جمعيه اطباء مدنين ورئيس الوفد بالطبيعه السيد دكتور شلوف طيب شلوف عفوا.